الكيس الاستيراد تنفع للبرمجة والألعاب والجرافيك ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نتكلم عن كيس الاستيراد فانا حابب انوه ان الكيس الاستيراد مش الحل الامثل، لكن احنا بنتكلم على فئه سعريه معينه، ففي طبعا حاجات احسن منها ولكن بتتطلب امكانيات ماديه كبيره. ده الحل الامثل لبعض الناس، وانا هتكلم في الفيديو ده بناء على تجربتي الخاصه مع كيسه استيراد. فلو انت حابب تشتري كيسه استيراد فيا ريت تسمع الفيديو ده عشان هتكلم فيه على بعض النقاط ممكن تفرق معاك لو هتشتري كيسه استيراد. خليني الاول اعرفكم امكانيات الزد 600 وبعد كده نعرف اذا كانت هتنفع للبرمجه والجرافيك والالعاب. مريحه جدا، اشتغلت بيها في البرمجه والجرافيك ولعبت بيها كمان. الكيسه بصراحه مريحاني جدا، ما شفتش منها اي حاجه وحشه، لكن تبقى الكيسه التجميع افضل بكتير من الكيسه المستورده. الكيسه المستورده ما بتعرفش تغير فيها، لو عايز تجدد فيها حاجه فبتكون ملتزم بخيارات قليله جدا، بس صراحه زد 600 بتقبل امكانيات كويسه جدا هتريحك جدا لو انت عايزها في الجرافيك او البرمجه، وعلى ضمانتي. يعني انا بقول لك كده عشان انا جربتها تجربه خاصه لاكتر من 6 شهور. يعني انا كنت مأجل الفيديو ده بقالي 6 شهور عشان اجربها واشوف هي هتهنج مثلا او امكانياتها هتقل بعد 6 شهور او 3 4 شهور. لقيت طبعا امكانيات زي ما هي، ما فيش اي حاجه اتغيرت فيها. لان قبل ما اشتريها كنت خايف جدا اشتري كيسه استيراد، في ناس كتير قالت لي ان الكيسه امكانياتها بتقل بعد فتره زمنيه قليله، يعني ممكن بعد ما تشتريها بشهرين 3 امكانيات الكيسه تقل معاك، لكن ده انا ما لقيتهوش. فبالنسبه للبرمجه او للجرافيك انت ممكن تشتري الزد 600 او الزد 620 او الزد 800 او الزد 820. الكيس دي جميله جدا ومريحه بالنسبه للفئه السعريه اللي انا بتكلم فيها من 6000 جنيه ل 7000 جنيه ونص. انما لو الفئه السعريه هتكون اعلى من كده فما رشحش خالص الاستيراد للالعاب بالذات. الزد 600 كيسه ورك ستيشن من اتش بي، بيميزها ان هي باتنين بروسيسور، اتنين بروسيسور من نوع زيون بسرعه 2.4 ميجا هرتز. واللي بيميز البروسيسور ده اللي هو بياخد كهرباء اقل ودرجه حرارته بتبقى قليله تحت ضغط شغل كبير. الجهاز فيه رام 16 جيجا بايت دي دي ار 3، الباور سبلاي بتاعه 650 واط، كارت الشاشه من نيفيديا 1050 تي اي كوادرو 4 جيجا بايت، في 6 مداخل يو اس بي ورا و3 قدام. انا بصراحه استخدمت الجهاز ده في البرمجه والالعاب والجرافيك. في البرمجه نزلت عليه اندرويد ستوديو، وده برنامج كبير جدا للناس اللي مطورين الموبايل ابلكيشن وكده. ده برنامج كبير وبيهنج لابات كتير. يعني انا كان عندي لاب قبل الكيسه ديت كان بيهنج اللاب بتاعي مجرد بس ما نفتح الاندرويد ستوديو. فبصراحه الاندرويد ستوديو بيشتغل بسهوله جدا والايميليتور بيفتح بسرعه ومش بلاقي اي تهنيج خلال التطوير بتاعي في الموبايل ابلكيشن. ده بالنسبه للبرمجه. وبالنسبه للديسكتوب والويب ابلكيشن والالعاب بيشتغل بشكل كويس في التطوير بتاعه، يعني مش بيهنج ولا بيعمل كراش وانت شغال. ده بالنسبه للبرمجه. بالنسبه للجرافيك، لو انت شفت الفيديو ده فالفيديو ده معمول ادوبي بريمير، والجهاز بصراحه بيشتغل معايا بشكل كويس جدا ما شاء الله. يعني الادوبي بريمير والافتر افكت بيشتغل معايا بسهوله جدا ومش بيهنج، والالستريتور والفوتوشوب كنت بشتغل بيهم كل ده على الفريلانسر، فالجهاز مش بيعمل معايا كراش ولا بيحصل اي مشكله اثناء الشغل. ولو انت هتستخدم كيسه زي الزد 600 للهندسه هيشغل معاك الاوتوكاد ومش هيعمل معاك اي حركه وحشه. بس طبعا ده بيرجع للامكانيات اللي انت هتحطها في الكيس، وده بيبقى على حسب الرام اللي انت حاططها وكارت الشاشه. ده بيفرق معاك جدا في البرامج الكبيره. وبالنسبه للريندر برضه نيجي لتجربتي في الالعاب. بصراحه الجهاز اشتغل معايا في الالعاب بشكل كويس بس مش بالشكل الافضل ليه، لان البروسيسور الزيون مش زي البروسيسور اي 7. الزيون بيبقى مخصص اللي هو يشتغل 24 ساعه علشان السيرفرات، بيبقى خصيص للسيرفرات. انما الكور اي 7 والكور اي 5 دول بيبقى افضل في الالعاب، انما الزيون مش بيبقى خصيص جامد للالعاب، ده بيبقى افضل للريندر لان التو بروسيسور. انما الالعاب بتشتغل بشكل افضل بالكور اي 7 جيل سادس مثلا. الكور اي 5 او الكور اي 7 او الكور اي 9 دول بيشغلوا الالعاب بشكل افضل من الزيون. اللي بيفرق في الالعاب هو كارت الشاشه. كارت الشاشه لو قليل بيشغل لك الالعاب بجوده اقل، لو عالي بيشغل لك الالعاب بشكل كويس جدا. فتجربه الزد 600 كويسه جدا للبرمجه او للجرافيك وللالعاب، لكن لو هتشغل العاب كبيره فيستحسن ان انت تبدل البروسيسور الزيون بكور اي 7 او كور اي 5. وافتكر ان انا قلت لك ان زد 600
مش هي افضل حاجه. لو ميزانيتك تسمح ان انت تجيب حاجه اعلى منها فممكن تجيب حاجه اعلى منها. هي زد 600 حاليا في السوق من 6000 ل 7000 ونص بكارت الشاشه، دي الفئه السعريه اللي انا بتكلم فيها. لو ميزانيتك تسمح ان انت تجيب حاجه اعلى من كده فيا ريت تعمل تجميع افضل ليك من الكيسه الاستيراد. ولو انت حابب تشغل العاب فالكيسه الاستيراد برده مش هي الحل الافضل ليك، انا بتكلم عن الجرافيك والبرمجه. انما لو انت هتشتغل برمجه او جرافيك عليها فدي افضل اختيار ليك الكيسه الاستيراد. غير الكيسه الاستيراد فانت ممكن تجيب حاجه في فئه سعريه مضاعفه للسعر ده، يعني انت ممكن تجيب حاجه في حدود 15000 مثلا تكون كيسه تجميع. لو انت عايز تشتغل بيها انفوجرافيك مثلا وعايز حاجه اعلى من دي فانت ممكن تجمع حاجه ب 15 او 20000 جنيه. انما دي الفئه السعريه اللي انا بتكلم عنها، ان انت لو عايز تبدا في حاجه وعايز الجهاز يفضل معاك فتره زمنيه كويسه ممكن تجيب كيسه زي زد 600 او الزد 620 او الزد 800. كل الحاجات ديت كويسه لكن ما تنزلش عن الزد 600 لان تحت الزد 600 امكانيات مش هتعجبك. ويا ريت لو انت هتشتري كيسه زي دي ممكن تجيب معاها هارد اس اس دي، هيسرع الجهاز معاك وهتحس بفرق كبير جدا في التعامل مع الجهاز. وبالنسبه للكيسه ام 3000 جنيه او 2000 جنيه دي ما انصحش حد يجيبها للجرافيك او البرمجه. وفي اخر الفيديو بقول لك ان الكيسه الاستيراد مش الحل الامثل، في حاجات تانية بتغني عن الكيسه الاستيراد، بس الامكانيات اللي في الكيسه الاستيراد دي لو انت نقلتها للابتوب مثلا الامكانيات ديت مش اقل من 20000 جنيه في اي لابتوب. انما في الكيسه ممكن تشتريها ب 7000 جنيه، انما لو في لابتوب بتشتريها ب 20000 او ب 15000. فيا رب اكون فدتكم بالفيديو ده، ولو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، دي ابسط حاجه ممكن تدعمنا بيها. ولو عندك اي سؤال ممكن تكتب في الكومنتات تحت الفيديو. لو عايز تتواصل معايا هتلاقي لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.